ست نازله بعيالها من الترام وبتخطف الشارع، وكان طبعا الميه عايمه من رصيف لرصيف من الشتاء ومن البلاليع والمجاري اللي طافحه. طبعا الشتاء بيشل عامل شلل تام في البلد عندنا خالص هنا. فالست نازله من الترام بجانب الكابل الكهرباء المقطوع من الترام، وبلغنا وقعدنا نصوتوا ان يرجعوا بالعربيه ويرفعوا الكابل من الارض، ان الكابل طالوا الميه. طبعا حصل كهرباء جامده في الارض. الست هي وعيالها الثلاثه الكهرباء ناموا على وشهم. اثنين الست وبابنها الكبير هم اللي اتنقذوا، الاثنين الوسطانيين 4 سنين و3 سنين ماتوا في ساعتها. 2 حريم ومنهم واحده شايله عيل صغير طفل على ايدها، ومعاه عيل في الطول ده كده اهو بتاع 14 سنه 15 سنه، بيطلع يا دوبك فوق الرصيف من قدام عربيتي وراح نايم على الارض. واحنا فكرناه وقع، جايين نجري عشان نقومه، لقينا امه راحت نايمه جنبه، التاني راح نايم جنبه. فهمنا ان كده في كهرباء واصله الميه. في شاب اسمه اسلام شغال في القهوه هنا حاول ينقذهم، حط سلم خشب وجاب كرسي يمشي عليه، رجله فلتت نزلت في الميه من الكهرباء في ساعتها اتحرق فحها، اتسحب تحت العربيه من قوه الميه، بقت تجرفه ومحدش قادر يجي جنبه فوق الساعه، مرمي تحت العربيه ورجليه بس هي اللي باينه. العربيه الزرقاء اللي واقفه هنا دي العربيه هو الرجلين اللي باينه منه فوق الساعه. فين وفين؟ 3 اسعاف، واحده مطافي، واحده سلم والتحقيق والنيابه جم، بس للاسف ما عرفوش يعملوا حاجه غير الشاب هنا اسمه الشيخ احمد جاب سلبه وسحب الكابل الكهرباء بايديه بالسلبه بعيد عن الميه خالص، والميه طبعا هدت من الكهرباء. ابتدوا ان يشيلوا اسلام وينجدوه، طبعا هو مش هيتنجد لانه راح السر الالهي طلع، اخذوه في الملايه وفي الاسعاف ومشوا بيه. واحد مات اهو تحت العربيه.